جابيك سفيان مرابط يكشف تفاصيل جديدة عن الحالة النفسية لنجم المنتخب المغربي بعد الإقصاء من كأس العالم 2026. تصريحات تثير الجدل حول مستقبل اللاعب وعلاقته بالمدرب محمد وهبي. كشف محمد أمرابط شقيق الدولي المغربي سفيان مرابط عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحالة النفسية التي يعيشها نجم المنتخب الوطني المغربي بعد خروج أسود الأطلس من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026 عقب الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون مقابل في مباراة أثارت الكثير من ردود الفعل داخل المغرب وخارجه. وأوضح محمد أمرابط في تصريحات إذاعية أن شقيقه شعر بخيبة أمل كبيرة بعد نهاية مشوار المنتخب في البطولة، خاصة أن اللاعبين كانوا يطمحون إلى الذهاب أبعد من الدور الذي وصلوا إليه. وأكد أن سفيان مرابط بطبيعته لاعب تنافسي للغاية ولا يتقبل الهزيمة بسهولة، وهو ما يفسر حالته النفسية بعد المباراة، مشيرا إلى أنه يفضل الابتعاد عن الجميع لبعض الوقت عندما يخسر أي مواجهة مهمة. وأضاف أن الإقصاء كان صعبا على جميع أفراد المنتخب، لكن تأثيره على سفيان كان أكبر بحكم رغبته الدائمة في تقديم أفضل ما لديه مع القميص الوطني. وفي التصريح الذي أثار أكبر قدر من الجدل، قال محمد أمرابط إنه يعتقد أن شقيقه أصبح مستاء من الوضع الذي عاشه خلال البطولة، وأشار إلى أنه سئم تماما من المدرب محمد وهبي، وهو تصريح انتشر بسرعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وأثار نقاشا واسعا بين الجماهير المغربية. ورغم ذلك فإن سفيان مرابط نفسه لم يصدر أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي هذا الانطباع، كما لم يعلق الاتحاد المغربي لكرة القدم أو المدرب محمد وهبي على هذه التصريحات حتى الآن. ويعد هذا الأمر من أكثر المواضيع التي شغلت المتابعين بعد نهاية مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم، خاصة أن أمرابط كان أحد أبرز نجوم المنتخب خلال مونديال قطر 2022. وخلال تلك البطولة قدم اللاعب مستويات مميزة جعلته يحظى بإشادة واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام العالمية، وكان أحد أهم عناصر المنتخب الذي حقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نصف النهائي. لكن الوضع اختلف في كأس العالم 2026، حيث لم يشارك سفيان أمرابط أساسيا في معظم المباريات، بعدما فضل الجهاز الفني الاعتماد على أيوب بوعدي ونائل العيناوي في وسط الميدان الدفاعي. وأثار هذا القرار الكثير من علامات الاستفهام لدى الجماهير المغربية، التي انقسمت بين من يرى أن المدرب كان يبحث عن حلول فنية جديدة، وبين من اعتبر أن استبعاد لاعب بخبرة أمرابط لم يكن القرار الأنسب. ورغم قلة مشاركاته، ظل اسم سفيان أمرابط حاضرا بقوة في النقاشات الإعلامية بالنظر إلى قيمته الفنية وخبرته الكبيرة في المباريات الدولية، كما أن اللاعب استعاد جزءا كبيرا من مستواه خلال الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني، وهو ما جعل عددا من المتابعين يتوقعون أن يكون له دور أكبر مع المنتخب في البطولة. وتحولت تصريحات شقيقه إلى مادة للنقاش بين الجماهير، حيث اعتبر البعض أنها تعكس إحباطا طبيعيا بعد الخروج من البطولة، بينما رأى آخرون أنه لا ينبغي تفسيرها على أنها موقف رسمي من اللاعب نفسه. وفي جميع الأحوال يبقى مستقبل سفيان أمرابط مع المنتخب المغربي مرتبطا بالاختيارات الفنية المقبلة وبالاستحقاقات التي تنتظر أسود الأطلس خلال الفترة القادمة. وتنتظر الجماهير المغربية معرفة ما إذا كان اللاعب سيستعيد مكانه الأساسي في المباريات المقبلة، أم أن الجهاز الفني سيواصل الاعتماد على الخيارات التي استخدمها في كأس العالم. ويبقى المؤكد أن سفيان أمرابط يظل أحد أبرز لاعبي المنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة،
وأن ما قدمه بقميص أسود الأطلس جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الجماهير. وفي انتظار أي تصريحات رسمية من اللاعب أو من المدرب محمد وهبي، ستظل هذه التصريحات محل اهتمام واسع، خاصة مع استمرار النقاش حول تقييم مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 والدروس التي يمكن استخلاصها استعدادا للاستحقاقات المقبلة.